السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن يجدكم هذا الفيديو في صحة جيدة، ومرحبا بكم من جديد وفي درس جديد، وهو الجملة الإسمية أنواع الخبر. فبعدما تحدثنا عن الجملة وأنواعها، وقلنا أن تعريف الجملة هو كل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما. وتنقسم الجملة إلى جملة فعلية وجملة اسمية. فالجملة الفعلية هي كل جملة تبتدئ بفعل وتتكون من فعل وفاعل، وأحيانا نجد أيضا المفعول به. أما الجملة الاسمية فهي كل جملة تبدأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر. في هذه الحصة إن شاء الله سنتكلم عن أنواع الخبر في الجملة الاسمية. إذن كما قلنا أن الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، الذي ينقسم بدوره إلى عدة أنواع. فإما أن يكون مفردا مثل العلم نور. العلم نور هذه جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر. العلم هنا هو المبتدأ، وقلنا أن المبتدأ يكون دائما مرفوعا. نور هنا جاء خبرا، وهنا نلاحظ أن الخبر جاء عبارة عن كلمة واحدة وهي اسم. نقول هنا أن الخبر جاء مفردا. الخبر جاء مفردا لأنه قلنا عبارة عن كلمة واحدة وهي اسم. وهذا هو النوع الأول. نمر للنوع الثاني. يمكن أن يأتي الخبر عبارة عن جملة فعلية. ننظر إلى المثال: العلم يفيد صاحبه. أين هو المبتدأ؟ العلم هو المبتدأ. طيب أين هو الخبر؟ إذا لاحظوا معي أن الخبر هنا يبدأ من كلمة يفيد إلى صاحبه. هذا كله يعتبر خبرا. طيب هذا الخبر بماذا يبدأ؟ يبدأ بكلمة يفيد. ويفيد ما نوع هذه الكلمة؟ اسم أو فعل أو حرف؟ يفيد هذه الكلمة عبارة عن فعل. إذن بما أن الخبر يبدأ بفعل فإن الخبر هنا عبارة عن جملة فعلية. إذن أعيد: لدينا الجملة العلم يفيد صاحبه. أين المبتدأ؟ هو العلم. طيب أين هو الخبر؟ الخبر هو يفيد صاحبه. إذن هذه الجملة كلها عبارة عن خبر. طيب هذا الخبر بماذا يبدأ؟ يبدأ بكلمة يفيد، ويفيد هنا فعل. إذن بما أن الخبر يبدأ بفعل فقد جاء هنا جملة فعلية. جيد. إذا نمر للنوع الثاني أو الثالث عفوا، جملة اسمية. يمكن أن يأتي الخبر أيضا جملة اسمية. نرى المثال: العلم فوائده عظيمة. دائما أين هو المبتدأ؟ نعم، العلم هنا هو المبتدأ. وأين هو الخبر؟ فوائده عظيمة. إذن هذه الجملة كلها خبر المبتدأ. هذا الخبر بماذا يبدأ؟ يبدأ بكلمة فوائد، وفوائد عبارة عن اسم. إذن بما أن هذه الجملة تبدأ باسم فإن الخبر جملة اسمية. إذن نلاحظ هنا، نعيد: هذه كلها جملة اسمية. أين هو المبتدأ؟ العلم. أين هو الخبر؟ فوائده عظيمة. طيب هذا الخبر بماذا يبدأ؟ يبدأ بكلمة فوائده، وفوائد هنا عبارة عن اسم. بما أن الخبر هنا يبدأ باسم فإنه عبارة عن جملة اسمية. ثم نمر: يمكن أن يأتي أيضا عبارة عن شبه جملة من الجار والمجرور. نرى المثال: النجوم في السماء. أين هو المبتدأ؟ النجوم. نفس القاعدة، أين هو الخبر؟ في السماء. في السماء هنا عبارة عن
خبر. نلاحظ الخبر بماذا يبدأ؟ يبدأ بكلمة في، وفي عبارة عن حرف جر، لذلك نقول أن الخبر هنا جاء عبارة عن شبه جملة من الجار والمجرور، لأن الخبر يبدأ بحرف جر. ثم النوع الأخير وهو شبه جملة من الظرف والمضاف إليه. العصفور فوق الغصن. أين هو المبتدأ؟ العصفور. وأين هو الخبر؟ فوق الغصن. بماذا يبدأ الخبر؟ بكلمة فوق، وفوق عبارة عن ظرف، فوق عبارة عن ظرف مكان، لذلك نقول أن الخبر هنا جاء عبارة عن شبه جملة من الظرف والمضاف إليه. إذا لدينا هنا بعض الأمثلة لتعميق فهم الدرس. لدينا القمر مضيء، هذه جملة اسمية، أليس كذلك؟ نعم. إذا تتكون من مبتدأ وخبر. إذن هذا هو الخبر. الخبر هنا كيف جاء؟ نلاحظ أنه جاء عبارة عن كلمة واحدة، مثل هنا العلم نور، جاء عبارة عن كلمة واحدة، فنقول أنه خبر مفرد. إذن هنا جاء خبر مفرد. نمر للجملة الموالية. المواطن يرفع الراية. أين هو المبتدأ؟ هو المواطن، هنا مبتدأ. طيب أين هو الخبر؟ الخبر من كلمة يرفع، هذا كله خبر. والخبر بماذا يبدأ؟ بأي كلمة يبدأ؟ يبدأ بكلمة يرفع، ويرفع عبارة عن فعل. إذن بما أن الخبر يبدأ بفعل فقد جاء جملة فعلية. جيد، نمر للمثال الموالي. الحديقة أزهارها متفتحة. دائما أين هو المبتدأ؟ هو كلمة الحديقة، هذا هو مبتدأ. طيب أين هو الخبر؟ نعم، إذن يبدأ من كلمة أزهارها. وبماذا يبدأ هذا المبتدأ؟ يبدأ بكلمة أزهارها، وهي عبارة عن اسم. إذن فالخبر هنا جملة اسمية. والمثال الأخير الممثل فوق الخشبة. أين هو المبتدأ؟ كلمة الممثل، هنا هي المبتدأ. طيب أين هو الخبر؟ يبدأ الخبر من كلمة فوق، وكلمة فوق عبارة عن ظرف. إذن هنا الخبر جاء شبه جملة من الظرف والمضاف إليه. فوق هنا ظرف، الخشبة مضاف إليه. إذن أرجو أن يكون هذا الدرس واضحا بالنسبة لكم، وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.